أكلة شعبية ومصرية أصيلة وكمان منسية، بننساها دايما بس بنحبها قوي. ولما بتهف علينا نجيب بقى رغيفين عيش كده وبصلاية ونقعد بقى ايه نمزمز فيها. البصارة يا جماعة، البصارة أكلة مصرية أصيلة. نعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا، وكل اللي هياكلها من ايدك هيقولك ايه السر. ده ربع كيلو فول مدشوش، جبته ونقعته في مية سخنة لمدة ساعتين، وبعد كده غسلته كويس جدا تحت الحنفية، وبعد كده حطيته في حلة وحطيت عليه ربطة كزبرة وربطة شبت، وبعدين بصلاية متقطعة، ومعلقة توم وشوية مية مغلية كده علشان تبقى سريعة كده وتغلي على طول. وحطيت كمان ملح وتوم وكزبرة. خلاص، يبقى حطينا هنا ربع كيلو فول مدشوش، عليه بصلاية كده كبيرة، عليه ربطة كزبرة وربطة شبت، وعليه معلقة توم، وعليه ملح وكمون وكزبرة ناشفة. بسيبها بقى على النار لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي خالص ممكن تسيبيها تبرد وتضربيها في الخلاط، او تعمليها زي بالهاند بلندر كده. اللي ما عندوش هاند بلندر يا جماعه يستنى لما تبرد ويضربها في الخلاط، هتكون برضو احلى واحلى. وده بيكون شكلها، بصي ما تبقاش يعني تخينه قوي، ولا ما تبقاش سميكه قوي ولا صيصه كده. بس كده. هنا بقى قطعت بصلايه كده يعني متوسطه، قطعتها سلايس كده رفيع، وبحطها من غير دقيق ومن غير اي حاجه، ترشرش لها بس شويه ملح وبتطلع معاكي مقرمشه، وهتفضل مقرمشه لحد اخر لحظه. خلاص، بعد ما حمرنا البصلايه بقى بتاعه التقليه، هنحط بقى بصلايه مبشوره صغنطاطه، يعني بصلايه صغنطاطه كده مبشوره، وفي نفس المكان مطرح ما حطينا البصل الاولاني. وبعد كده بننزل برشة ملح، ونحيق البصل بتاعنا، وننزل بمعلقة توم ونحيق التوم بتاعنا، ونقلبهم لغاية ما يخشوا تحسوا ان هم داخلين على الذهبي كده الفاتح. تقومي نازلة بقى السر كله في معلقة الكزبرة الخضراء دي. عايزة اقولك وشمي بقى، وشوية مرقة فورية كده، يا حلاوتك يا جمالك. انا عايزة اقول لكم ان ريحة التقلية كانت قلب الدنيا. عايزاكم تجربوها بطريقتي، هتعجبكم جدا جدا. طريقة تحفة، وكل اللي هياكل البصارة من ايدك هيقولك عاملاها ازاي. اعمليها بقى ودي لجارتك ودي لحماتك ودي لاختك، وطعمها جميل جدا وحاجه منسيه، وكان نفسي فيها بصراحه من زمان، فقلت اعملها النهارده. احنا بقى بنحب نحط لها شويه شطه، فانتي لو زينا كده حط لها بقى. خلاص، وبنسيبها بقى تغلي غلوتين كده على النار، تحسي ان هي بتبقبق كده، خلاص تطفي عليها وبتغري فيها. احنا بنحب نغرفها كده في اطباق صغيره، انتي بقى براحتك، عايزه تغرفيها في مسطح اغرفيها براحتك خالص، الغرف ده بتاعك انتي بس. وبنغرفها كده، وشايفين القوام بتاعها ولا سميكة قوي ولا خفيفة قوي. وبنحط على الوش التقلية بتاعتنا، البصل لونه ذهبي زي الذهب بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم، طعمها خطير جدا، جربوها بطريقتي يا جماعه تعجبكم قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، بحبكم جدا جدا. يلا، سلام عليكم، باي باي.